انا من النوع اللي لما بحب اشتري حاجة لبس او شوز او شنطة، ما بحبش اجيب الحاجة الدارجة او اللي ماشية ترند. بحب اجيب الحاجة اللي تقعد معايا وتتناسب مع ذوقي وتتناسب مع روحي. لان اللي انت بتلبسه بيبقى منطبع قوي على شكلك وعلى روحك، يا اما بينورك يا اما بيطفيك، سواء بقى ايا كان بقى شنطة، جزمة، فستان، تي شيرت، بنطلون، اي حاجه. المهم، فانا بقالي مده الحقيقه ما بشتريش لبس. الحمد لله الواحد عنده اللي مكفيه، وانا لما بسافر بجيب معايا شويه حاجات كده، وهي دي اللي ايه بتبقى ماشيه مع الواحد. فعندي مناسبه الفتره اللي جايه، تمام، عندي فرح. والحقيقه ففكرت كده أسأل على أسعار حاجات، وأنزل أتفرج على حاجات وأشوف الأسعار وكده. مناسبة يعني مش حاجة سواري قوي، ومش حاجة لايت قوي يعني. اتصدمت اتصدمت صدمة عمري من الأسعار ومن الأذواق ومن الأشكال ومن كل حاجة. جات لي صدمة. يعني مفيش حاجة أقل من تلات أربع أرقام، أربع أرقام، ويعني إيه، وأرقام بقى، يعني أرقام، يعني مثلا إيه، بلوزة ب5، فستان ب10، مش عارف شوز بكام، مش عارف شنطة ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ هو متوسط دخل الفرد بكام حضرتك؟ معلش يعني، هو احنا بنقبض كام؟ مرتبنا فيه كام صفر؟ نعمل كده عشان نفكر ان احنا نجيب حاجة هتتلبس مرة واحدة بالمبلغ ده. انا مش عارفة يعني ليه وعشان ايه، ويعني مش عارفه. لا بجد انا اتصدمت صدمه قويه جدا. محدش يقول لي روحي اجري، انا واحده من الناس اللي ما بحبش اجر ولا البس مكان اي حد. وفي نفس الوقت انا من النوع اللي بحب اعمل ريسايكلينج للحاجه، اللي هو اجيب الحاجه اغير من شكلها واقوم لابساها في حاجه تانية وهكذا. بس لان ده فرح حد عزيز عليا، فمش اي حاجة وخلاص، بس مش لدرجة الاسعار اللي انا شفتها. يعني اتقوا الله شوية، اتقوا الله، مش كده، مش كده يا جماعة. شكرا. مش عارفة اقول ايه.